طيب انا عارف ان انا اتاخرت عليكم في الفيديوهات، بس زي اي حد ممكن يحصل له اي ظرف سواء تعب نفسيه او ارهاق، يعني ممكن تعكر مزاج الواحد عن اللي هو بيعمله او هو بيقدمه. المهم انا حابب اشارك معاكم حاجه دلوقتي انا ما كنتش متخيل في يوم من الايام ان انا ممكن اوصل لها. يعني شويه احصائيات كده من السوشيال ميديا سواء على اليوتيوب، التيك توك، الانستجرام او حتى كمان الفيسبوك. فنبدا باليوتيوب. انا مجهز طبعا الاحصائيات اهي، فهنبدا باليوتيوب. نص مليون مشاهده على اليوتيوب، وتقريبا دخلنا في 10000 مشترك. يعني لسه باقي 60 واحد تقريبا ونبقى 10000 مشترك و30000 لايكس. بعد كده تيك توك 825000 مشاهده وكسرنا ال 10000 متابع و40000 لايكس. بعد كده الانستجرام 100000 مشاهده و3000 متابع و9000 لايكس. الفيسبوك هو اللي بعافيه حبتين، ف 12000 مشاهده و100 تقريبا متابع و1000 لايكس على الفيسبوك. وهنا انا حابب اتكلم في نقطه مهمه جدا. انا يهمني اكتر حاجه الشخص اللي هو بيعمل فولو او سبسكرايب او لايك. ليه؟ لان تخيل معايا كده شخص قرر ان هو بكامل قواه العقليه وبكامل ارادته ان هو يضغط على الثلاث ازرار دول علشان هو شايف ان هو ممكن انت تفيده بمعلومه، او شايف ان هو عايز يتابعك علشان فعلا هو مستني منك حاجات كتير وهيتابعك عشان الحاجه دي. فدي اكتر حاجه فعلا تهمني. ما يهمنيش مشاهدات ولا اي حاجه، انا يهمني فعلا الاشخاص اللي بتتابعني علشان شايفين ان انا هقدم لهم حاجه مفيده. فدي الحاجه اللي انا كنت حابب اضيفها في الجزء ده. فانا ممتن جدا ليكم والله. كل كومنت حلو، كل لايك، كل شير، اننا نكبر بالشكل ده، وانتوا السر في الاستمراريه. فلو انت جديد وبتشوفني لاول مره فممكن تعمل لايك، فولو، سبسكرايب، كله شغال. يعني انا اهم حاجه بالنسبه لي لو شخص واحد قدرت انفعه بمعلومه، ده كده عندي بالدنيا كلها. وده اصلا سبب دخولي صناعه المحتوى، لان في ناس بتبقى خايفه ومشتته من الحياه والمستقبل وسوق العمل. علشان كده قررت ادخل عالم صناعه المحتوى واشارك تجربتي مع الناس. المهم انا رجعت بفيديوهات اقوى ان شاء الله، واتمنى ان الناس كلها تستفيد منها، سواء كورسات، سفر، برمجه وحاجات تانية كتير. هشارك معاكم تجارب من الحياه وسوق العمل علشان الناس تستفاد اكتر. لايك وفولو وتحول لمبرمج.